السلام عليكم مشاهدينا الكرام. اليوم مع الأسف كتحل ذكرى 18 مارس، ذكرى اغتصاب أرض العرجة بفكيك. حنا كنعرفوا بالجهة الشرقية في المغرب أنه 18 مارس هو ذكرى الاحتفال بالمبادرة الملكية لتنمية الجهة الشرقية اللي أعطى انطلاقتها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بوجدة يوم 18 مارس 2003. ولكن شاءت غطرسة النظام الجزائري على أنها تقرن هذا التاريخ بحادث مأساوي جدا لأهل فيكيك وخاصة لقصر ولا السيمان اللي كنتمي ليه. ولا بد ما نوقفوا في هذه الذكرى، هذه الوقفة، ونحاولوا نستخلصوا بعض الدروس ونحاولوا نذكروا بعض الأمور، وخاصة كاين أمور اللي غامضة وما مفهوماش أو غايبة على مجموعة من الناس. وهو أن في 18 مارس 2021 أقدمت السلطات الجزائرية على أنها جات للأراضي اللي كانوا يستغلوها أهل ولاد سليمان واللي هي في ملكية ولاد سليمان، وقالت لهم خصكم تخرجوا من هذه الأراضي، وعطاتهم أجل ديال 18 مارس 2021 أمام صمت السلطات. واليوم كاين واحد المجموعه ديال الناس اللي كيحاولوا يركبوا على هذه الذكرى لاهداف معينه، ولكن غادي نذكرهم بانه كنت اول شخص طرح هذه القضيه في اليوتيوب في قناه الجريده المغربيه. اول واحد فجر هذه القضيه، لانه بحكم ان ننتمي لقصر ولاد سليمان واهلي في سليمان اتصلوا بيا في ذاك النهار وقالوا لي اللي وقع اللي وقع، بل سربوا لي واحد الاوديو كنسمعوا فيه واحد العسكري كيقول لهم واش ما قالت لكمش السلطات المغربيه بانكم خصكم تخرجوا من 18 مارس؟ نتوما ماشي زيانين باش نهضر معكم، السلطات المغربيه هي تهضر معكم. وكيعيط لعبد الملك، لان كان كيعيط لواحد، كنهضر مع واحد العون ديالو في التاريخ، بقى يعيط لعبد الملك، وهذا عبد الملك هذا بطل. عبد الملك هو بكري بطل من قصر ولاد سليمان، بطل من فيكيك. شنو اللي وقع من بعد ديك الحلقه اللي درتها؟ فعلا ناضت اشكاليه كيفاش انه عسكر يدخلون الى اراضي مغربيه. واول خبر جا معاكس هو انه ما كاينش حتى شي سلطات جزائريه دخلت الاراضي مغربيه. تما كاين السؤال تطرح، علاش واش السلطات المغربيه كتعتقد بانه هذيك الارض اللي فيها الفاكي مغربيه او جزائريه؟ لانه هذه الجريده اللي دارت هذا الخبر مقربه. من بعدها تناسلت الاخبار او تناسلت الاحداث، وكاين بعض الناس اللي كتبوا الخبر بناء اعتمادا على شيء قلته انا. من بعد حذفوا الخبر واتصلت بهم، قال لكم هذا الشيء، قالوا لي راه ما يمكنش، ما كاينش، راه غير كذوب. قلت لهم غير كذوب؟ وانا كذوب؟ انا اللي حاضر معكم كنهضر معكم انا كذوب؟ وجودي كذوب؟ وانا كنقول لكم بان اللي وقع اللي وقع اللي وقع اللي وقع. تما فهمنا بانه ربما السلطات المغربيه كتشوف بانه هذيك اراضي غير مغربيه. وهنا انا طرحت السؤال، وكنت جريء في طرح السؤال امام السلطات المغربيه، وقلت لهم واش هذيك اراضي مغربيه او جزائريه؟ لابد ما تسولوا، ما تجاوبونا. اذا كانت اراضي مغربيه علاش تخليوا السلطات الجزائريه تاخذها؟ خصكم تدافعوا على الاراضي المغربيه. اذا كانت اراضي الجزائريه علاش تخليوا المغاربه يدخلوا لديك الاراضي الجزائريه ويمشيو يفلحوها ويستغلوها؟ اذا عطيونا الجواب. واليوم عاد بداو الناس كيطرحوا هذا السؤال فيما يخص مقالي العرجه، يقول لك واش هذيك ارض مغربيه ولا ارض جزائريه؟ اذا ارض مغربيه نمشيو ليها، ولا ارض جزائريه قولوها لنا. عاد اليوم بداو الناس انه كيطرحوا هذه الاسئله. ومن بعد بدات الناس اللي سحبوا ذوك الاخبار بداو كياكدوا الاخبار، بداو كيكتبوا حتى انتشر الخبر، وفعلا التحق واحد المجموعه من الفعاليات، واحد المجموعه من الغيورين من الاقلام والفعاليات والسياسيين والمناضلين، وعرفات قضيه العرجه هذاك الزخم وذاك التضامن سواء من داخل فيكيك ومن خارج فيكيك. الان نتساءل كيفاش تعاملات السلطات المغربيه مع هذه القضيه، وخاصه الاراضي، المصير ديال الاراضي
اللي كان معلق، وكنعرفوا ان السلطات عيطات للمجلس النيابي ديال سليمان وقالت لهم بانهم غادي يتعاون دوك الناس اللي مشاو لهم الاراضي، تعاونهم ماشي تعوض لهم. والوالي السابق كان كيأكد على هذه المساله هذه، وبالفعل كان تعويض للبعض والناس واحدين اخرين ما توصلوش بالتعويض. واحد اللي كنقول دابا البطل بوبكري عبد الملك هو اللي رفض انه يتوصل بداك التعويض لانه ما شافو ماشي مناسب. وكاينين ناس وحدين مازال كيتشكاو وكيقول لك ودي حنا ما توصلنا حتى بشي حاجه، والملف ديالنا مشى، الاراضي ديالنا مشات. واكثر من ذلك كان الحديث على انه خلق تعاونيه، الناس كيتسائلوا على انه فين هذه التعاونيه، وهذا الموضوع خلق انشقاق كبير في صفوف خاصه ولاد سليمان واختلاف في تدبير هذا الملف. كان اللي كيشوف انه تدبيره بهذا الشكل، كان اللي كيشوف تدبيره بهذا الشكل، لدرجه انه كاين العلاقات اللي ساءت في هذا الشيء هذا. الان بعد هذه المده هذه نطرح السؤال: كيف كان تضامن الاخرين مع قصر ولاد سليمان؟ كيف كان التضامن؟ وماشي انا اللي غادي نجاوب، التاريخ هو اللي غادي يجاوب. وهاد الناس اللي راهم يحلوا فمهم اليوم كيقول لك التضامن مع العرجاء ويجبدوا العرجاء، فين كانوا ديك النهار؟ فين كانوا هادي شحال؟ واش داروا من اجل التضامن مع العرجاء، من اجل الحفاظ على العرجاء، من اجل حمايه العرجاء؟ خطيونا بهاد المزايدات وجيو البز ديال اليوم ويحلوا فمهم فينا باسلوب ديال البلطجيه والشبيحه، ويتكلموا على العرجاء بحال انهم المناضلين ديال العرجاء، بانهم غادي يردوا العرجاء. كاين اراضي كثيره مشات ديال فيكيك ونحن نستنكر ذلك. وانا درت شحال من حلقه على العرجاء، ومن بينها انني استضفت الاستاذ محمد قنون وتكلمنا على العرجاء، وتكلمنا على الخريطه، وتكلمنا على واحد مجموعه من الامور. ومن بين الامور اللي ثبتها كذلك هي اتفاقيه 1972 ديال الحدود ما بين المغرب والجزائر اللي كانت كارثه. وناقشنا كذلك على الحدود في العرجاء، واش الحدود عند واد العرجاء ولا واد غير مسمى، وفتحنا نقاش كبير. وما زال الانسان مازال المساله كتطرح الان. والجراح، لانه جرح العرجاء هو جراح كبيره. واليوم كنتكلموا على مقالع العرجاء اللي كان كيستغلوها واحد مجموعه من الناس. ومني سولت قالك بدون موجب قانون، ما كاينش يطبق فيها قانون ديال المقالع. وهذيك الارض ديال مالها ملوكا مالها لودغير ولاد سليمان، وتم استغلالها بدون استشاره سليمان وبدون اخذ الاذن من سليمان ولا من لودغير. علاش؟ واش حنا في كيك هادشي كلشي باطل غير اللي بانت لنا نديروه بدون قانون، بدون كاين لا شرع لا والو؟ شنو هذا الشيء هذا؟ ونطمعوا على حقوق عباد الله ونبينوا راسنا بان نحن المناضلين ونحن المتقين الله، ماشي حشومه. ونزيدوا نقولوا بانه لا خصنا نديو نرملها من تما. هذيك الارض اللي كنتكلم عليها انا فيها ديال سليمان وفيها ديال لودغير. ولهذا لابد انه الناس يحترموا الاراضي ويحترموا الناس. راه الناس مالها كما قلت لك النهار هذا ماشي ارض الخلاء، اللي بغى يستغل شي حاجه يستغلها بالقانون. ولا بد انه الناس اللي كيمتلكوا ديك الاراضي يدافعوا على الاراضي ديالهم. هذا هو اللي خصنا نستافدوا من العرجاء. كما قلت لك النهار: وظلم ذوي القربى اشد مضاده من وقع السيف الحسام المهندي. اذا ضاعت العرجاء، ضاعت بزاف الاراضي. واش هذا هو الوقوف؟ اننا نبقاو نوقفوا ندبوا ونبقاو نصيفطوا التهم، نوجهوا التهم لبعضياتنا؟ اللي كنرفض الان في هذه الوقفه هذه انه حتى واحد ما يتزايد علينا، وحتى واحد ما يدعي بانه راه اوفى وانه كيدافع على العرجاء اكثر من الاخرين. وما نبغيش انه كاين يتخذ هذا العرجاء مطيه للوصول غير من اجل تحقيق مكاسب شخصيه او مكاسب سياسيه. وما توفيقنا الا بالله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.